فخمه رياضيه واسعه. اول ما تدخل العربيه مش هتلاقي مكان للنور هنا ولا هنا، ومش هتلاقي مكان لنقل الحركه هنا ولا هنا، ومفيش زرار ستارت هنا ولا هنا. مازيراتي جريكالي مودينا بتيجي بموتور 2000 سي سي تربو 4 سلندر، بيطلع 330 حصان و450 نيوتن متر، مع نقل حركه زد اف اوتوماتيك عادي 8 نقلات. مكان الاضاءه هنا بيكون في شاشه الترفيه الوسطيه، ممكن تعمله على اوتو، او ممكن تشغل النور الواطي، او ممكن تشغل النور النهاري بس، او ممكن تفصل الاضاءه من هنا. شبكه اماميه كيرفد واسعه جدا للتهويه لونها جلوس بلاك، وراها شبكه تاني فيها فتحات صغيره علشان ما فيش حاجه تدخل جوه العربيه. جنوط رياضيه مقاس 21 بمقاس كاوتش 295 على 35، وكاليبرز باللون الاحمر مع ديسكات فرامل ضخمه. ومكان زرار الستارت اللي بيشغل العربيه بيكون على الشمال في الدركسيون، ونقل الحركه هنا بيكون في النص عباره عن ازرار بتدوس عليها بي وار وان ودي. نظام التعليق الامامي هنا دبل ويش بون، والخلفي مالتي لينك. وزن العربيه 1870 كيلو. في نص التابلوه هتلاقي الساعه الديجيتال بتاع مازيراتي، ممكن تخليها ساعه سبورت او كلاسيك او ديجيتال، ممكن تخليها بوصله تبين لك الاتجاهات، او ممكن تخليها تظهر لك القوه بتاعه دوسه الفرامل او دوسه البنزين تحت رجلك. ولما بتحط الموبايل يشحن بتبين لك ان الشاحن كونكتد وايرلس. ولما بتيجي تقفل العربيه عشان تخرج منها بتظهر لك علامه مازيراتي بالشكل الفخم ده. والديفيوزر الخلفي هنا بيكون فيه 4 فتحات شكمان بحجم كبير، وبيكون صوتهم عالي. والعربيه دي بتتسارع من 0 ل 100 في 5 ثواني فاصلة 3، مع نظام تعليق هنا سبورت او كومفورت بيخلي العفشه بتاعت العربيه ناشفه او طريه. فوانيس ال اي دي بتتحرك مع الدركسيون واضاءه نهاريه، وعلامه مازيراتي موجوده جوه الفانوس، وكلمه مازيراتي موجوده جوه الفانوس، ومعاها الثلاث قطع بتوع مازيراتي المشهورين بتوع فتحات التهويه، وفوقيهم كلمه مودينا اسم الفئه بتاعت العربيه بيتكتب هنا. والدركسيون هنا دي كات من تحت وبيلف من غير البادل شيفت اللي وراه، والبادل شيفت هنا حجمها كبير جدا وتجبرك ان انت تستخدمها. وعلى اليمين هنا البكره اللي بتغير منها الدرايف مودز، كومفورت او جي تي او سبورت. تحت الشاشه بيكون التحكم في التكييف، يمين وشمال للتحكم في قوه المروحه، وفوق وتحت للتحكم في درجه حراره التكييف. كراسي العربيه هنا كهرباء بجلد فخم جدا، فيها تحكم في 14 اتجاه، وفيها تسخين وتبريد. العربيه دي موجوده عند ريف موتورز في بيفرلي هيلز، وعليها ضمان من ام تي اي 3 سنين وعدد غير محدود من الكيلومترز، وموجوده عندهم بالسعر الرسمي، وكمان عليها 3 صيانات مجانيه، صيانه ال 15000 وال 30000 وال 45000. شنطه العربيه حجمها كبير 535 لتر، ممكن تفتح الكراسي من هنا على اليمين ومن هنا على الشمال. الفوانيس الخلفيه باضاءه ال اي دي، في قطعه كروم ما بينهم بيكون فيها نور المارشدير في الاخر. ومقابض الابواب هنا مسطحه مع جسم العربيه، بتدوس على زرار من جوه زي بتاع الشنطه علشان تفتح. والتكييف الخلفي هنا بيكون تاتش بزوم منفصل عن قدام، والكنبه اللي ورا بيكون فيها تسخين. السقف البانوراما هنا واصل لحد راسك وانت ورا. والعربيه فيها ساوند سيستم سونس فيبر ب 21 سماعه 3 دي، وفيها زرار تدوس عليه عشان يفتح لك الباب على طول. والعربيه بيكون فيها هيد اب ديسبلاي بحجم كبير بيبين لك كل البيانات. انا ماجد جاد، وبحاول افرجك على العربيات بطريقه سهله. لو عايز تشوفني مره ثانيه يا ريت تعمل لي فولو. سلام.